تعز على موعد مع النصر في الفيديو التالي كما تناوله المشاهدين. يحدثنا نبيل الفقيه. سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام. موضوعنا لهذا الأسبوع هو موضوع الساعة وموضوع الساحة. هي تعز التي عندما يدب اليأس في نفوس اليمنيين تأتي تعز لتهطل بأمطار الفرح والانتصارات وتعيد لنا ماذا نعمل وما هو مشروعنا، وتذكرنا بالمشروع الوطني الجامع لكل اليمنيين الذي خرجت من أجله في 2011 وكانت هي الرائدة ودفعت في حينها الضريبة وما زالت تدفع الضريبة. لقد اجتمع على تعز مرضين، السل والجرب، وهي الاستبداد السياسي وكذلك الاستبداد الديني. الاستبداد السياسي بقيادة المخلوع علي عبد الله صالح الذي ينتقم من تعز لأنها كانت الرائدة في التغيير سواء في تعز أو في جميع المحافظات. وأما المرض الآخر وهو الطائفي، لأن أبناء تعز بمثقفيها ومتعلميها ورجالها لا يمكن أن يمر مشروع الديني الكهنوتي الإيراني بهذا، فلذلك العلم والمعرفة الذي صدرته تعز كفيل بسيل يجرف كل تلك المشروعين، فلذلك تم استهداف تعز بكل هذه. لكن تعز أبت إلا أن تسطر لليمنيين ملاحم بطولية ورجال بتباتها الصغيرة، وكذلك من وراءها ابنها البار جبل صبر، وتصدت للمشروعين وكبدتهم خسائر فادحة لم يستطيعوا لمدة عام ونصف بحوالي 15 لواء أن يقتحموها وهم بسلاح خفيف ومتوسط. لماذا؟ لأنهم عزيمتهم يعرفون ما معنى مشروع وطني وإخراج اليمن من هؤلاء، فلذلك لا بد لنا أن نقف جميعا مع تعز بكل الدعم. وعلى الحكومة إذا ما أرادت أن تدخل صنعاء فمفاتيح صنعاء هي في تعز. تحرير تعز كفيل بكسر شوكة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي. أنا أدعو كل وسائل الإعلام أن تخصص مواد لتعز. أدعو الحكومة الشرعية أن تستلم مفتاح النصر من تعز، لكن بشرط أن تدعمها، وستظل هذه تعز. والمعركة بالأخير هي بين جهل وعلم، عنوانها الرئيسي شرعية وانقلاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.